السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. تعالوا النهاردة هنعمل السردين المخلل مع بعض. هنعمله بأسهل طريقة، وكمان هناكله بعد 3 أيام وبس. هيطلع معانا زي الزبدة. طريقته سهلة جدا جدا وناجحة 100%. وكمان هقولك على الأسرار اللي انت تخليكي تعمليه وانت مغمضة عينيكي كده. وكمان هقولك على الأنواع اللي تجيبيها وتطلع معاكي حلوة جدا جدا، ويطلع معاكي طعمه رهيب. تعالوا نسمي الله ونشوف الطريقة وإيه النوع اللي نجيبه ويستوي معانا بسرعة. أول حاجة أنا جبت السردين، أنا جايبة كيلو من السردين. أنا جايبة النوع اللي هو الوسط، مش النوع السردين اللي هو الكبير. زي ما بقول لكم كده هو أسعار، يعني في سردين غالي وفي سردين رخيص شوية. اتكلم كده واحنا بنعمل واقول لك النوع دوت انا جبته بكام. جبته اول حاجه تتاكدي ان هو صابح كده ويكون الخياشيم بتاعته حمراء. جبته غسلته كويس جدا جدا بالميه، وحطيته في المصفى حوالي ساعتين. من ساعتين لتلاتة تحطي كده في مصفى لما تتأكدي ان الطبق اللي تحت كده فيه مية وخلاص المصفى بتاعتك ما بتنقطش، يبقى هو كده خلاص اتصفى. السردينة بتبقى بتلمع كده وهي دي بتاعة التخليل. هو كمان الحجم ده بتاع السردين المعلب اللي انتوا بتشتروه جاهز بتاع الشركات. هو ده السردين المعلب. هنجيبه كده وغسلناه وسيبناه يتصفى، وهنبدأ بقى ان احنا ننشفه كويس جدا جدا بالمناديل. معانا كده المناديل ونمسك واحدة واحدة وهنبدأ كده ننشفه. تعالوا بقى اقول لك انا جايبه السردين ده بكام. زي ما بقول لكم في سردين اللي هو الكبير اللي كمان بيتعمل صواني. بيبقى سعره غالي شويه، يعني ممكن يوصل ل 150 جنيه. انا جايبه السردين دوت ب 60 جنيه، سعره مش غالي خالص. والكيلو بتاعه بيعمل كميه كبيره زي ما انتم شايفين، يعني مش كميه قليله. وبتخلل بسرعه كمان، ما بياخدش وقت في التخليل. يعني زي ما قلت لكم كده هو 3 ايام وبس. تعالوا بقى نعمل الملح بتاعه ونشوف المقدار. معايا نص كوباية من الملح، ومعايا معلقتين صغيرين من الشطة، ومعلقة من البابريكا. ممكن تحطي معلقة واحدة بس من الشطة لو مش عاوزاه يبقى في سنة حرقية. ممكن معلقة واحدة بس من الشطة ومعلقة من البابريكا. البابريكا بقى بتديله لون حلو جدا جدا. بتديله يعني تخلي الزيت نفسه لونه محمر كده، تخلي السردينة لونها حلو قوي. قلبت كده الحاجة مع بعضيها، ومعايا علبة تكون ناشفة من المية، ومعايا شنطتين كده أو شنطة حطيتها كده في العلبة. وممكن برضو نخلله في برطمانات. همسك السردين بتاعي وهرصه عكس عكاس، يعني انا رصيت مثلا الرصه ديت الراس الناحيه دي. ببدا ان انا يعني بس اخليهم متحكمين في بعض، مش مفيش وسع ما بينهم كده. وبرش كده طبقه من الملح بتاعي، وابدا ان انا اعكس بقى السردين بتاعي. يعني انا عملت ناحيه راس الناحيه دي، لا الناحيه التانية هعمل الراس الناحيه دي. وزي ما قلت لكم ما بين كل طبقة وطبقة برش رشة من الملح. ممكن برضو تعملوه برطمانات بنفس الطريقة، وتخلي الراس كده من تحت وتبدأي ان انت تعمليه برطمانات. رصيت كده دورين، وهبدأ ان انا ارص اخر دور بتاعي زي ما انتم شايفين كده. بصوا يعني عكس عكاس ليه عشان خاطر يبقى العلبة متساوية معايا، ميبقاش في حتة عالية وحتة واطية، وكمان يستوي سوا كده مظبوط. كده خلاص خلصت الكمية بتاعتي كلها. ومعايا بقى بقية الملح بتاعي، برش بقى الباقي كده كله على الوش. متضيفلوش ولا بقى خل ولا ليمون ولا اي حاجه. هو المقدار دوت بتاع الملح والشطه والبابريكا بيساويه سوا زي ما انتوا شايفين كده شكله. اول الفيديو بيبقى مستوي حلو جدا جدا. هي الحاجه اللي بنقدر ان احنا نحطها على الوش هو زيت. زيت بس يكون ريحته حلوه. نجيب الزيت حوالي كده نص كوبايه، وبنرشها كده على الوش، لان هو الزيت اللي بيسويه وكمان بيخليه لحمته طريه وناعمة. زي ما انتوا شايفين كده رش كده على الوش. المقدار بتاعي حوالي نص كوباية من الزيت وبس كده. بجيب بقى الأكياس بتاعتي أو الكيس بتاعي اللي أنا حطاه، وببدأ إن أنا أربطه كويس. نربط الكيس كده كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وحسب بقى الكمية اللي انت عاملاها، في علبة في علبتين خلاص كده تمام. قفلنا الكيس بتاعنا كويس جدا جدا.
ما نحاولش إن إحنا نفتحه أهم حاجة بعد 3 أيام، يعني مثلًا مش مثلًا لو حاطة في علبة كبيرة وجبتِ كيلو تاني يوم وقُلتِ لأ، أنا حاسة إن هو يعني مثلًا العلبة ناقصة، لأ أنا هافتح عليه وأكمّل الكمية اللي أنا جايباها ويبقى بالمرّة في علبة واحدة، لأ، هتخسري ده وده وهتلاقيكِ إن أنتِ رميتيه، ليه؟ خلاص هو شَم الهوا فهيبوظ هيطلع له ريحة وحشة خالص وفي الآخر مش هيبقى حلو هترميه. فهو خلاص عملناه وعلّبناه يعني عملناه في العلبة خلاص وقفلناها، خلاص ما نفتحش عليه قبل 3 أيام، بعد ال3 أيام خلاص هو كده بقى تمام، هنسيبه كده في مكان بقى كده مقفول ونسيبه 3 أيام. ممكن كده بعد ال3 أيام لو أنتِ عاوزاه تسيبيه كمان يعني أسبوع مش عاوزة أنتِ مش عاوزة بقى تفتحيه بعد 3 أيام، خلاص سيبيه بعد 3 أيام، اقلبيه على الوش التاني وسيبيه مقفول ممكن تسيبيه أسبوع وأسبوعين كمان لو أنتِ مش عاوزة تفتحي عليه دلوقتي أو مثلًا جايباه بمناسبة عيد أو حاجة ومش عاوزة تفتحي عليه، فممكن تسيبيه أسبوع وأسبوعين كمان مش هيحصل له حاجة، بس زي ما قُلت لكم هو بيستوي بعد 3 أيام بناكل منه، أنا بأمانة بعد 3 أيام فتحت عليه، أنا بصراحة كنت بافتح عليه وأنا يعني خايفة لمّا يكونش استوى آآ يعني شوية لأ، أنا قُلت أجرّب أفتح أشوفه كده استوى والّا إيه النظام، لقيته بصراحة طعمه طالع كده سايح، طالع مستوي، طالع طعمه حلو أوي، أوي. زي ما أنتم شايفين البابريكا والشطة مخلّيين الزيت لونه أحمر، معلش بس ما عرفتش أدلق العلبة كده كلّها مرّة واحدة، فحبيت أطلّع كده كام واحداية أورّيها لكم، زي ما أنتم شايفين طالع لونه حلو أوي، أوي، لونه يفتح النِفس كده بصراحة. طريقة سهلة وبسيطة، والناس اللي بتحب السردين هتعمليه بصراحة وأنتم مغمضة، يعني أنا شايفة إن هو طريقته مش صعبة، لو أنتِ كمان أول مرة تعمليه وخايفة، لأ اعمليه بأمانة وعلى ضمانتي، وهتعمليه وتدعي لي. لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتدعموني كده وتعليق كده حلو حلو منكم يفرحني تقولوا لي ايه رأيكم في الطريقة ديت وهتعملوه بإذن الله وهيطلع كمان أحلى وأحلى. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفي معايا كل جديد. تعالوا بقى نفتح واحدة ونشوف الزبدة بتاعتنا والجمال والحلاوة كلها اللي طلعت معانا في السردين زي ما انتم شايفين طالع لونه حلو جدا جدا. انا بصراحة ما كنتش متخيلة النتيجة ديت، طعمه حلو قوي قوي، طعمه جميل وسايح كده وطعمه حلو قوي. الناس بقى اللي بتحب السردين، عشاق السردين وعشاق الحوادق اللي بيحبوا الحاجات كده الحوادق هيعجبهم الطريقة ديت يعني بصراحة. هتعمليه لا مش هتعملي كيلو ده انت هتعملي كذا كيلو وتعزمي حبايبك وصحابك عليه. بص بقى انا عملت كده كام واحدة وحطيت كده طرنشات ليمون و... وعيشوا بقى عيشوا في احلى اكلة احلى من الفسيخ واحلى من اي حاجة هتعمليها وكمان سعره كده على قد الايد. حلو جدًا، جدًا، يا رب يكون الفيديو عند حسن ظنكم، ويكون عجبكم، ومستنياكم في فيديوهات تانية بإذن الله، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.